يعني هي شركات الرامات والاس اس دي شغالين بقالهم 25 سنه او يمكن اكتر، وجات على حظ ارمط ونجست. لو ما تعرفش، في شركه كروشل وبعد 30 سنه من المبيعات قررت انها تبطل تبيع رامات وتتاجر في الكاكا. حلوة الكاكا. فكوبايه قهوتك بقى وتعالى علشان نفهم الموضوع واحده واحده وبشويش. شركه كروشل واللي هي تابعه لمايكرون قررت انها توقف مبيعات لليوزر العادي اللي هو من الاخر انا وانت، وتتجه لتوريد لشركات الاي اي زي انفيديا، اوبن اي اي وجوجل، وده بدايه من فبراير 2026. وده ببساطه ومن الاخر علشان سوق اليوزر قل فيه الطلب بشكل كبير جدا من بعد 2020، ويحصل من 2022 والاواخر 23 ركود في سوق الهاردوير بشكل مرعب. بينما وعلى الجانب الاخر شركات الاي اي بدا الطلب فيها يزيد جدا على الرامات والاس اس دي، وده واحد من اسباب زياده اسعار الرامات والاس اس دي بشكل مبالغ فيه جدا. وده ببساطه يرجع لمبدا واحد وهو العرض والطلب، وبالتالي طلب اقل، فالشركات اللي زودت الانتاج بدات تخسر اكتر. طبعا ده غير مشاكل الصين وتايوان وامريكا وضرايب امريكا اللي بتفرضها على الصين وكل الحوارات اللي بتحصل جنبنا دي. وفي النهايه الموضوع هو سياسي واقتصادي في الاول وفي الاخر، ومحتاج على الاقل نص ساعه نقعد نرغي في الموضوع ده ونحكي كل التفاصيل فيه. ولو وصلت لحد هنا اعرف ان انا بحبك. شكرا جديد. سلام عليكم.